في القاهرة تستقبلنا وترحب بنا سيدتنا مريم العذراء المقدسة. ستحكي لنا الدكتورة بروين تاريخ وقصة كنيسة سانت فاطمة وتمثالها العجائبي وقصة الثلاث أطفال وظهور العذراء لهم كنيسة فاطمة والمليء جدرانها بقصص النذور والشاكرين لمريم العذراء التي حققت أمانيهم. بعد أن انتقلنا من منطقة الفجار لباب البحر وكنيسة مار أنطونيوس الأولى لكلدان، وتكلمنا عن أنه وصلنا بعد 1900 بدأت إلى 1930 1946 بدأت فكرة بناء كنيسة أخرى جديدة للكلدان اللي هي في هاي المنطقة، منطقة شارع عبد العزيز فهمي مصر الجديدة، يسموه شارع هيلوبوليس، كنيسة أخرى للكلدان. ذيك الكنيسة ظاهر يعني صارت منطقتها شعبية، وبدأ مثل ما قلنا المسيحيين بدأوا يهجرون المنطقة إلى مناطق حديثة في القاهرة، فكانت الفكرة من عمانوئيل بطريرك عمانوئيل رسام أنه يشتري أرض في هذه المنطقة ويبني كنيسة جديدة في هذه المنطقة. أحداث ذيك الكنيسة الأخرى المهمة اللي نذكرها أنه 1909 جاء المطران لويس شيخو زيارة للقاهرة. طبعا هاي الشخصيات المهمة اللي زارت الكنائس مار أنطونيوس، ومن أحداث المهمة اللي وجدناها في ذيك الكنيسة أنه لويس شيخو بطرس عابد هو كان الخوري الكنيسة مار أنطونيوس، أعطاه لويس شيخو مخطوطة قديمة لرحلة الخضر القس الياس، القس خضر الموصلي، نعم العفو. فهذه الرحلة من 1717 هو يعني كان في الموصل، من أوائل المتكتلكين في الموصل. فهاي الرحلة مالته بعد أن راح إلى روما، المخطوطة قديمة جدا، يعني هاي في خط يده كانت موجودة في ذيك الكنيسة اللي بالفجالة مار أنطونيوس. طبعا هاي فد موضوع كلش مهم، احنا ما قدرت اتوصل انه كيف وصلت هاي المخطوطة اللي هو مثلا من الموصل راح الروما وكتب رحلته القس خضر الموصلي بخط ايده، شلون وصلت لكنيسة مار أنطونيوس بالقاهرة. طبعا هاي تحتاج بحث وتدقيق يعني في هذه المسألة، يعني شفت أنا مقالات منشورة عن هذا الموضوع بس ما عرفت شلون وصلت هي المخطوطة القديمة لكنيسة القاهرة. المهم أخذها لويس شيخو من أجل القاهرة ونشرها، فهي من الأحداث المهمة. إن الشخصيات المهمة الأخرى اللي ذكرت في ذيك الكنيسة للكلدان إنه شاموئيل جميل البطريرك أيضا كان في روما وبعث لكنيسة مار أنطونيوس عدة تقصية للي تحتاجها الكنيسة، مثل عدة المذبح، عدة الطقوس الكنسية. فهي معلومة مهمة أيضا جدا، أنه العدة الكنسية اللي كانت موجودة في ذيك الكنيسة للطقوس، للطقس الصلاة والقربان وهاي الأشياء موجودة، بعثها شاموئيل جميل في 1895 من روما إلى كنيسة مار أنطونيوس. هذيك الأحداث انتهت بذيك الكنيسة، وبعدين انتقلنا إلى هذه الكنيسة اللي هي مثل ما قلنا الوكيل البطريركي عمانوئيل رسام اللي بدأ فكرة أنه اشترى أرض في هذه المنطقة عبد العزيز فهمي، شارع عبد العزيز فهمي، ومبلغ وموافقات حكومية أصلا، يعني لازم مرسوم ملكي يطلع في بناء كنيسة، يعني ما كان أيضا الأمر سهل عصر الملك فؤاد. فانبنت هاي الكنيسة على اسم مار أنطونيوس، العفو على اسم سانتي فاطمة. طبعا هذا الاسم أيضا له فد قصة، لأنه يعني هذا أول مرة يسمى في القاهرة كنيسة على اسم مريم العذراء والعائلة المقدسة. سانتي فاطمة لها قصة، أنه في 1917 ظهرت مريم العذراء في برشلونة البرتغال لأطفال، وظهرت لهم تطلب السلام للعالم والأمن. فبمكان القرية اللي كانت ظهرت لهم مريم العذراء اسمها فاطمة، فسموها القرية سانتي فاطمة.
فالتمثال العجائب اللي الآن نراه هو جابوه من ذيك القرية اللي في البرتغال ووضعوه في هذه الكنيسة، فلهذا سميت سانتي فاطمة على اسم المكان اللي ظهرت فيه أول مرة في البرتغال، يعني القرية اللي ظهرت فيها للأطفال. فهو هذا التمثال اللي اعتبرت هذه الكنيسة من وجود هذا التمثال إنها كنيسة مزار مريمي، يعني يأتوها للطوائف من كل الطوائف يأتوها من مصر القاهرة، يأتون يصلون فيها برعاية يعني الأب اللي راعي الكنيسة، مثل الأرثوذكس، أقباط، لاتين، فنلاحظ بها يعني صلاة تؤدي بكل اللغات، فرنسي، انجليزي، يعني ما عدا بقيه الطوائف ايضا، لان هي مزار مريمي، واعتبرت على هذا الاساس انه يجون يزوروها مثل ما قلنا، ويطلبون شفاعه يعني اي واحد يطلب طلب او فد امنيه من تمثال مريم اللي يمثل ظهورها الاول تتحقق امنيته. وراح نشوف اكو قصه ثانيه في هذه الكنيسه، اللي يجي لهذه الكنيسه ويطلب هذا الطلب. طبعا احنا نشوف اوراق همينه يعني بالاسفل كاتبين طلبات قسم، يعني اذا تحقق طلبهم امنيتهم من سيدتنا مريم راح يجون يتبرعون للكنيسه ويخلدون اسمهم على احدى جدران هذه الكنيسه. فنلاحظ هاي الكنيسه بيها فد شيء غريب، يعني فد شيء ما موجود في كل الكنائس، انه كانت بيها لوحات كثيره على كل الاعمده والجدران، بس الظاهر يعني صارت كل شويه قللوها، يعني شويه زالت قسم منها، بس تدونوها يعني صوروها وبقت القديمات كلش. يعني اي واحد، احنا راح نشوف هسه هاي تصوير الاسماء اللافتات الصغيره على الجدران، كل واحد طلب امنيه او رغبته تحققت من سيدتنا مريم راح اجى يخلد اسمه على احد جدران هذه ويقول انا اشكر سيدتنا مريم انه لبت طلبي. فهذه قصه الكنيسه سانتي فاطمه وكيف صارت يعني بهالاسم ولماذا سميت بهذا الاسم. ونلاحظ على يعني يسار هذا التمثال تمثالين او ذخائر لهذول الاطفال اللي من كبروا اللي ظهرت لهم مريم، اللي هم فرانشيسكو وجيسيكا، صاروا راهبات، يعني صاروا رهبان وراهبات، وبعدين من توفوا ذخائرهم وضعوها في هذه الكنيسه قسم منها. يعني هم ولوسي ايضا اكو عندها تمثال في جهه اليمين من هذا المزار المريمي. فيعني تقريبا يعني هذول القصه للاطفال ووجودهم حتى تماثيلهم خلوه يعني وضعوها في هذه الكنيسه، يعني اعطت فد روحانيه لهذه الكنيسه. يعني هاي الكنيسه تختلف عن كل الكنائس، يعني كانه حتى التمثال اللي في الواجهه لسيدتنا مريم يوضعوا له سبحه طويله جدا بالامتار وتضاء كانه سيدتنا مريم في هذا التمثال، وفي التمثال اللي بالخارج يعني على الجدار الخارجي اللي على الشارع كأنها تستقبل المؤمنين وترحب بهم وكأنه تدعو لهم. يعني حتى يعني التمثال نظرات يعني بفد روحانية خاصة. ففعلا هي هاي الكنيسة بها ميزة يعني تتميز عن كل الكنائس الأخرى.
نلاحظ على المذبح على جهة الشرق على يساره جرن المعمودية اللي يستند على 4 أعمدة مرمر حجرية بصلبان منقوشة، وطبعا أكو فد حاجز يعني مثل سياج، هو كله زغارف صلبان نصعد له بدرجتين. فهذا المكان اللي مكان التعميد زين بلوحة لسيدنا المسيح وهو في نهر الأردن، يعني لوحة التعميد من قبل يوحنا المعمدان. والمذبح اللي جنبه أيضا يستند على 4 أعمدة مرمر وقاعدة مرمرية، في لوحة أيضا ذهبية فسيفساء تمثل القديسة تريزا اللي المضعد ذخائرها في هذا الموقع. يعني القديسة تريزا تكنه في سيدتنا مريم في حضنها السيد المسيح، ودا تقدم لها ورود اللي هي تريزا، وذخائرها موجودة أيضا على هذا المذبح. فهي هاي الكنيسة بها 4 مذابح، المذبح الرئيسي وهذا المذبح، وهناك في جهة اليمين على جهة الشمال 3 مذابح. حسن ننقل إلها ونشوفها بعد أن نوصف المذبح الرئيسي اللي أيضا بحاجز سياج قبل الصعود إلى منطقة قدس الأقداس، أيضا مزين بصلبان وشمعدانات وأعمدة مرمرية. هسه ننقل إلى ونشوف المذبح الرئيسي. كما نشوف يعني يظهر حامل الطفل يسوع وفي يده الكرة وحولهم هالات. المذبح قاعدة مرمرية 4 أعمدة، وقاعدة مرمرية يعني فوقه 4 أعمدة وعليه صليب مزغرف، وأيضا نشوف عليه حاجز منقوش بالصلبان. المذبح الآخر اللي هو قربه هو مذبح القديسة ريتا اللي فيها ذخائرها، يعني فيها ذخائر من إدها ولوحة تمثلها إلها. أيضا نشوفها محاط بقوس مزغرف مرمر وعمودين، ومن الأسفل قاعدتين مرمرية ومكتوب بالإنجليزي اسمها. بالداخل الزجاج الذخائر اللي تخصها يعني. المذبح الآخر اللي لجهة الشمال هو مذبح ذخيرة الصليب الحي، اللي نشوف به أيضا 3 رسومات مذهبة للسيد المسيح على رأس الصليب، والزغارف المرمرية اللي هي مثل الإطارات لصور الملاكين. والمذبح أيضا يتكون من عمودين على كل جانب، مذبح مرمري، وأيضا مثل ما قلنا محاط بسياج يحجز عن المذبح مزغرف بصلبان. وأعلى نشوف هو المشهد كله يعني محاط بأقواس حنيات، وفي زجاج ملون يمثل سيدنا المسيح والملائكة، وسيدتنا مريم هي تحمل الطفل يسوع، والمسبحة بيدها اللي المسبحة والصليب، وهي تحمل الطفل يسوع من كان صغير. فهذا هي الكنيسة مثل ما قلنا أنه تكون من 4 مذابح، مذبح على جهة اليسار و3 مذابح على جهة اليمين للشمال. مثل ما قلنا أنه أيضا يعني بها كثير من الأيقونات. الزجاج الملون اللي على الجانبين اللي نشاهده هسه بالمشاهد يطلع يعني هذا الزجاج هدوه جمعية الكاثوليك في مدريد، وبرشلونة أيضا هدت جزء من السيراميك اللي هي لوحات على الجانبين بالسيراميك الأزرق مزين الكنيسة على الجدران من جهة الشمال والجنوب، اللي هي تمثل آلام درب الصليب، يعني آلام مراحل كيف كان مسير سيدنا المسيح على درب الصليب، درب الصلب. فمشاهد يعني جميلة جدا ومزغرفة. مثل ما قلنا هي الكنيسة يعني كلها من قاعة واحدة. على جهة اليمين جرن العماد وغرفة الأفخار، عفوا غرفة الملابس للكهنة، بيها جوا يعني طبعا ممرات، وبيها أيضا عدة تغطية والكنيسة. فهي هاي الكنيسة اللي تتكون من 3 قاعات تقريبا، يعني 3 مقاطع للوسط
اللي يجلسون بها المصلين وعلى الجانبين، والأعمدة اللي 3 هي من كل. للأعلى أيضا نشوف أكو مثل الشرفة اللي هي موجودة حتى في كنائس بغداد، نفس التصميم اللي هي للترتيل والجوقة والموسيقى، حتى بيها فد أورج يعني آلة عزف كلش قديمة كانت قديمة موجودة في هذه الكنيسة. وصور قديمة أيضا لمريم الآن تحت الترميم يرمموها يعني شوية تعبانة. وعلى الواجهة أسفل الشرفة صورة العشاء الأخير، وعلى الجانبين قطع تعريفية بالكهنة اللي خدموا فيها الكنيسة، مار إفرام بدي ويوسف صراف. طبعا احنا راح نذكر أسماء الكهنة اللي خدموا في هذه الكنيسة اللي هو من سنة 1950، يعني بعد ما انكرسها يوسف غنيمة اللي اجى من بغداد، قلنا في رحلة أيضا من روما إلى هنا يعني القاهرة، كرسها ووضع حجر الأساس لبنائها. طبعا كانت الاستقبال من الملك يستقبلوه أيضا يعني إلى ترتيبات خاصة، والسفير البابوي، ويحضرون كل الطوائف لافتتاح الكنيسة. يعني كانت فد مراسيم حلوة جدا، يعني لها طقوس خاصة في افتتاح أي كنيسة. لما افتتحت 1952. مثل ما قلنا إنها قصة هاي الكنيسة اللي هي اسمها أخذ من اسم التمثال اللي كرسه الكاردينال أوجين تسيران وبوافقة البابا بيو 12، ونوضع التمثال النسخة الأصلية في هذا المكان حتى تصبح الكنيسة مزار مريمي وكنيسة مميزة. يعني هي المزار الأول في القاهرة يحمل اسم مريم العذراء. ومثل ما نشوف انه يعني هي فعلا بها فد روحانيه خاصه من هذا التمثال، يعني يجون الناس ويطلبون شفاعتها ويطلبون الاماني ويطلبون تحقق طلباتهم من وجود هذا التمثال وهذه الروحانيه اللي اعطتها لهذا المكان لهذه الكنيسه. فهي هاي الكنيسه يعني بعدين بها ملحقات اخرى جانبيه اللي هي دار البطريركيه ودار العجزة، ويعني ما زالت تضاف لها كافيتيريا وأشياء يعني خاصة ملحقة بالكنيسة، بس هي تبقى مركز الأبرشية الكلدانية في القاهرة. ومثل ما بدينا احنا تاريخ الكلدان في الفجالة في باب البحر، كانت تكملة يعني مسيرتهم الكلدان في هذه الكنيسة الحديثة اللي هي زين أجمل شوارع القاهرة في مصر الجديدة في منطقة هليوبوليس، اللي يعني صاروا المصريين يعني يحبوها لدرجة أنه يسموها الكنيسة الحمراء، يعني من الطابق الأحمر اللي حولها ويزوروها. ويعني فد كنيسة فعلا يعني مميزة، يعني ما كلش عندها يعني يعني اللي يزورها يشعر فد زيارة خاصة بها، يعني فد روحانية خاصة بها من وجود تمثال مريم العذراء. مثل ما شفنا يعني ملخص الموضوع عن كنيسة سانتي فاطمة، أنه هي كانت ثالث كنيسة كلدانية في القاهرة اللي انبنت بعد أول كنيسة مار أنطونيوس، ثم كنيسة ثانية كنيسة القديسة هيلانا في شبرا اللي كانت الأولى في الفجالة والثانية في شبرا. هاي الكنيسة الثالثة مثل ما شفنا احنا أنه كانت في أجمل شوارع القاهرة، هي في شارع النزهة في مفرق يعني طرق، يعني مثل عدة طرق تطلع عليها، موقع ممتاز ركني جدا. كان مشروعها يعني مثل ما شفنا أنه بدأ بعد أن انتهى دور كنيسة مار أنطونيوس، يعني أصبح المسيحيين قليلين في ذيك المنطقة في الفجالة، فبدأوا يفكرون في الانتقال للمناطق الجديدة اللي في القاهرة مثل مصر الجديدة اللي بها الكنيسة الحالية سانتي فاطمة. فقلت المسيحيين والمنطقة صارت شعبية، فبدأت يعني تقل التردد لها، ففكروا اللي في عهد عمانوئيل رسام
اللي هو كان في كنيسة مار أنطونيوس، فكر في 1938 بناء هذه الكنيسة الجديدة اللي هي سانتي فاطمة. فمن 1938 إلى يعني بدأ تنفيذ المشروع الفعلي إلى يمكن تقريبا 1946، يعني خلال 4-5 سنوات هم يفكرون أنه يبنون كنيسة جديدة، لحد ما اشترى الأرض في هذه المنطقة 1500 متر مربع وبنى هذه الكنيسة. يعني طبعا كانت ظاهر هم ظروفهم صعبة لأنه صارت من تبرعات، لأن احنا شفنا في الكنيسة اكو إعلان أنه تبرع لبناء كنيسة سانتي فاطمة، فمعناته كان أكو يعني تجري تبرعات لبناء الكنيسة، يعني مو فد شيء سهل. ومثل ما شفنا أنه إلى 1950 يلا تم بناء الكنيسة يعني فعليا. يعني هم من 1938 بدأ الفكرة عمانوئيل الرسام اللي إجا بعد الخوري كوتشك أسطى اللي كانوا في كنيسة مار أنطونيوس، نقلوا إلى هذه يعني فكرة بناء المشروع الكنيسة الجديدة سانتي فاطمة. كنيسة سانتي فاطمة مثل ما شفناها يعني هي جرت من تبرعات، وأجرى حفلة خيرية لجمع التبرعات أيضا، يعني كان بها منشدين ومرتلين من كل الطوائف، يعني مثل حفلة خيرية يعني لجمع التبرعات لبناء الكنيسة، والإعلان اللي شفناه بالكنيسة في ذاك الوقت 1950. فلحد ما يعني بدأ المشروع الفعلي في تنفيذ الكنيسة البناء إلى 1900 تقريبا 50 لما اجى البطريرك الكلداني اللي كان يعني في العراق يوسف غنيمة السابع، بعد زيارته لروما اجى يقدس يعني يبدي يوضع حجر الأساس في كنيسة سانتي فاطمة. فلما اجى البطريرك يوسف غنيمة كان طبعا أول شيء وصل الإسكندرية وعمل قداس للكلدان في الإسكندرية، وبعدين انتقل للقاهرة. بالقاهرة يعني الأخبار اللي عندنا أنه استقبلوا كل الطوائف المسيحية في من يعني المسيحيين في القاهرة استقبلوا، وكان السفير العراقي أيضا يستقبله، وكان يفجروا له فد احتفال ومراسيم وتواقيع وما أعرف إيش، يعني مو مثل بقية الأشخاص اللي يجون، يعني هو لأنه شخص مو يعني كبير مقامه كبير، فكان يجري احتفال واسع جدا لاستقباله. فوضع حجر الأساس، وكانت جيته في تقريبا في شهر 12 وهي أعياد رأس السنة، فوضع حجر الأساس لبناء الكنيسة سانتي فاطمة. وبال 1951 يلا كمل بناء الكنيسة يعني وجرى القداس فيها لأول مرة. كنيسة سانتي فاطمة طبعا احنا مثل ما شفنا الميزة اللي بيها هي تمثالها مريم العذراء العجائبي. هذا التمثال اللي شفناه موجود في الجدار الجنوبي للكنيسة. فمثل ما قلنا انه هاي الكنيسه يعني اللي ميزتها عن بقيه الكنائس انه بها تمثال مريم العذراء العجائبي اللي اتى به عمانوئيل الرسام، هو يعني اخر بطريرك كان في الكنيسه على طلب. كان حاضر المؤتمر القرباني في لشبونه وبعدين اتجه لروما، فطلب من البابا بيوس 12 انه يهدي هذا التمثال العجائبي. هذا التمثال طبعا شنو ميزته؟ انه ماكو منه يعني 4 نسخ اصليه بس يعني في العالم كلها. فقبل البابا انه يعطيه هذا التمثال وقدسوه وخلاه في الكنيسه، لهذا صارت ميزه هذه الكنيسه يعني انه بها التمثال العجائبي لمريم العذراء، يعني نسخه من النسخه الاصليه اللي ماكو منه بس 4 بالعالم مثل ما قلنا. فوضعوه بالجدار الجنوبي، وبعدين وضعت له الواجهه من الحديد يعني على مود الناس، لان كلش كانوا يمسكوه يتباركون به مثل ما شفنا احنا، وباوراق الناس الطلبات مالتها من هذا التمثال، يعني كانوا يخلون الرسائل مالتهم الطلبات للطلب الشفاء او هم نذورهم يعني او امانيهم. فوضعوا له هذا الجدار، وضعوا له اللوحه اللي خلفه اللي تمثل نفس المشهد اللي صار بالكنيسه، انه مثل ما ذول الاطفال اللي في لشبونه يعني في قريه فاطمه مثل ما شافوا ظهرت لهم مريم العذراء بالضوء كضوء،
مثلوا هذا المشهد ويا التمثال، انه ايضا هي يعني تواجه الاطفال يعني تشوفهم تطلب منهم انه يصلون وبيدها المسبحه الورديه، ونفس المشهد الاطفال هذول يعني الثلاثه اللي شافوها مثل ما قلنا اساميهم اللي بعدين صاروا رهبان يعني راهبات وراهب. فهذا احد الميزات في هذه الكنيسه اللي خلت يعني مثلا كل الطوائف في مصر انه يصلون في هذه الكنيسه في كل اللغات في كل المعتقدات، يعني انه في موافقه من رئيس الكنيسه انه تجي. يعني انا شفت صلاه مثل ما قلت بالانجليزيه، صلاه بالايطاليه، صلاه بالفرنسيه، كل الطوائف كل يجون يصلون، لانه هي يعني كنيسه مزار مريمي يعني معروف صارت في القاهره. وزين القاهرة طبعا، هاي الميزة اللي ما موجودة في كل الكنائس. الميزة الثانية في هذه الكنيسة انه مثل ما قلنا انه هاي اللوحات اللي تزينها هي ايضا كانت من تبرعات الكاثوليك، يعني في لشبونة اللي هم جمعية العمل الكاثوليكي ونادي العمل الكاثوليكي اللي تبرعوا في هذه اللوحات الزجاجية اللي تزين كنيسة سانتي فاطمة. يعني الكنيسة ميزتها وتميزها عن بقية الكنائس اللوحات اللي بالزجاجة الرسمت، هي جاية من لشبونة متبرع اللي هي تمثل كل مشاهد السيد المسيح ومريم العذراء وكل الطقوس اللي يعني المشاهد اللي تمثل حياة السيد المسيح. واللوحات الأخرى اللي هي على الجدار الشمالي والجدار الجنوبي انه تمثل مراحل آلام السيد المسيح، يعني مراحل درب الصليب اللي هي كانت بالسيراميك الأزرق اللي موضوعة على الجدارين الشمالي والجنوبي. هاي ميزة هاي الكنيسة. ومثل ما قلنا انه هاي اللوحات اللي عليها كل اسماء اللي تخلدوا اساميهم على جدران الكنيسة، بعدين زادت هواية الى ان يعني رفعوا قسم منها وبقت بس القديمات الاسامي اللي طلبوا نذر من سيدتنا مريم ويعني تلبى نذرهم، فجوا متبرعين للكنيسة بأموال أو هدايا، وبعدين خلدوا أساميهم على لوحات في جدران الكنيسة. هاي الصفات اللي بهاي الكنيسة اللي نشوفها يعني ما تشبه بقية الكنائس. لاحظ يعني من الكهنة اللي كانوا في هذه الكنيسة وأساميهم أيضا وضعت في لوحات في جدار الغرب الكنيسة على الأعلى، اللي هم عمانويل الرسام قلنا، ويوسف صراف اسقف للكلدان كان في مصر اللي اجى بعد الى عام 1964 وعين بولس شيخو الثاني، وبعدين اجى الوكيل البطريركي افرام بدي واللي هو كان للآن موجودة على اليوتيوب. أنا شفت التراتيل مالته يعني الكنسية في صوته يعني الرخيم كان كلش يعني صوته حلو. بينما الكهنة اللي قلنا بدأوا يعني في كنيسة مار أنطونيوس اللي هي بدأ مشروعها من 1870 تقريبا لما زار يوسف أودو السادس رجل الكلداني انطوان يوسف عبد المسيح مثل ما حكينا قصته في كنيسة مار أنطونيوس. كان أول يعني بعد أن بنت الكنيسة ومشروعها بعد 1870 طول يعني إذا تقريبا 1890 يلا بنت الكنيسة مار أنطونيوس مثل ما عرضنا في الفيلم مال الكنيسة. كانوا الكهنة اللي في ذيك الكنيسة يعني غير يعني انتهى دورهم في كنيسة مار أنطونيوس، بدأ مثل ما قلنا أسماء الكهنة في كنيسة سانتي فاطمة غير كهنة. فكان أولهم بطرس رسام اللي هو 1870 اللي بزمن يوسف أودو السادس، وبعدين لويس شوريز اللي هو 1875. يعني كان أكو كهنة بس ما كان أكو كنيسة. يعني إحنا قلنا الكنيسة مار أنطونيوس ما بنت إلى 1800 وبالتسعينات يعني 91 90 تقريبا، بس هذول الكهنة كانوا يعني يتولون شؤون الكلدان بس يعني ما عندهم كنيسة، فهم مجرد يعني كهنة أو آباء كانوا موجودين في القاهرة على الكلدان. وبعدها عبد المسيح كشيش والأب إيليا خياط البغدادي 1885 اللي كان زمن وفاة أنطوان يوسف عبد المسيح.
اللي هو زار الكنيسة، يعني زار كنيسة مار أنطونيوس. وبعده بطرس عابد الآمدي اللي هذا يعني كان 1891 تقريبا زمن بناء الكنيسة، ويوسف الطويل. وبعد عندنا كهنة أيضا اللي هو المطران خدابخش اللي 1907، هذا كان زمن يعني في عهده كان توفت هيلانا اللي هي زوجة أنطوان يوسف عبد المسيح اللي كان هو يعني متبرع لكنيسة بناء الكنيسة مار أنطونيوس. وبعدين يوسف غريب، وبعدين بطرس عزيز 1920، وبعد بول سبيرو الوكيل البطريركي كان. يعني لاحظ احنا تسلسل دول الكهنة الى حسب السنين الى حد ما انبنت وسلمان كوتشوك اسطى، وبعدين اجى عمانوئيل الرسام اللي هو تولى بناء هاي الكنيسة سانتي فاطمة. فهذه هي اسماء الكهنة المهمين، يعني تقريبا 15 او 20 كاهن من الاباء الكلدان يعني العراقيين اللي كانوا يذهبون الى، هم دارسين طبعا كلهم في معاهد مار يوحنا الحبيب، دارسين لاهوت ودارسين في روما، مو يعني تعينوا هيك عبث يعني لكنائس القاهرة، لا كانوا ناس متخصصين بالدراسة من اللاهوت والكنيسة في روما وفي الموصل، وقسم منهم كانوا في كنيسة بغداد، وجاءوا للتعيين يعني في هذه الكنيسة سانتي فاطمة. فهذا هو تاريخ الكنيسة الكلدانية في القاهرة. إن شاء الله يعني أنا مثل ما قلت راح يطلع هذا كتاب على الموضوع يباع في الكنيسة ويشوفوه كل الناس. يعني أكو مثلا بعض التفاصيل الدقيقة يعني أنا يجوز ما أقدر أذكرها هسه بالفيلم يعني، بس هي مذكورة بالكتاب تفاصيل أدق وأسماء يعني أشخاص كثيرين. فإن شاء الله بالكتاب يعني هذا يكون في الكنيسة ويباع في الكنيسة أو يوزع، وبيه كل التفاصيل وبيه صور أكثر عن الأشخاص والكهنة والآباء اللي يخدموا في هذه الكنيسة، وصور للكنائس الأخرى مثل ما قلنا يعني بعض الأجزاء من عندها أيضا عرضتها في هذا الكتاب. فهي هاي تاريخ الكنيسة الكلدانية اللي كانت آخرها كنيسة سانتي فاطمة.